السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نهضروا على المدرب السنغالي الحقير ورئيس الجامعة ولا الاتحاد السنغالي ديالهم والبعثة ديالهم ككل. هاد البعثة اللي قال لك سيدي احتجت على انعدام الأمن في محطة القطار بمدينة الرباط. قال لك سيدي كان ممكن اللعابه ديالهم يتعرضوا للخطر وما كانش التنظيم وما كانش بزاف ديال الامور، رغم انهم هما اللي هيئوا لهذا الشيء ووجدوا لهذا الشيء، وكانوا كانوا كيلعبوا مزيان على هذا الشيء باش يعتبروه كورقه ابتزاز وضغط واحتجاج وتشويش وما الى ذلك. هما من دون جميع المنتخبات الافريقيه غاديين سيدي كيديروا واحد الكومونيكي اوفيسيال تيقولوا للجمهور ديالهم راه غادي ننطلقوا من محطة القطار طنجة مع الخمسة وغادي نوصلوا لمحطة الرباط مع 6 و23 دقيقة، اجيو استقبلونا. انت اللي كتغوت لهم كتقول لهم اجيو استقبلونا، علاش غيستقبلوك بالسلامة؟ جاي غتنزل في المحطة غتمشي للاوطيل، علاش ديك الفوضى والهيلاله وداك الصداع كامل باش تستغل هذه النقطة وتقول الأمن ما كاينش والصداع وكذا والفوضى وما إلى ذلك. أساليب خسيسة وخبث إفريقي ما عمرني شفتو صراحة. تصدمت واحد صدمة العمر. كنت كنقول هاد السنغاليين راهم إخوة حقيقيين وراهم ناس لطفاء وودودين تبادلهم تنت بالمحبة والشعور الطيب وداك الشيء، ولكن طلعوا من أكثر ولا من أقبح بنادم على وجه الأرض، من أردى الخلائق على وجه الأرض. ولا جينا باش نشوفوا مثلا غير داك هاد اللي قالوا انعدام الأمن في محطة الرباط. شوفوا الاحتفالات ديالهم، شوفوا هذا الجمهور، شوفوا هذا الجمهور ديالهم كيف ما كتشوفوا في الصور. واش هنا ما بان لهمش انعدام الامن؟ هنا ما بان لهمش ان اللعابه ممكن يتعرضوا للاذى؟ ما بان لهمش اللعابه في خطر؟ ما بان لهمش حتى شي حاجه؟ وزيد عليها قارن ما بين المرور ديال الحافله ديالهم والمرور ديال الحافله ديال المنتخب المغربي بعد العوده من كاس العالم. شوفوا التنظيم ديال بصح يا أخبت بنادم على وجه الأرض. شوفوا تنظيم يا رموز التخلف والرجعية والعشاق ديال التخلف وما تكون حتى شي شكل من أشكال التقدم والازدهار والتنمية. هنايا كيف ما قلنا ما بالكمش انكم معرضين للخطر، وما بالكمش هنا انعدام الامن. هنا ما بانتكمش الفوضى، بانتكم الفوضى غير منين جيتوا للمغرب وانتم اللي مغوتين لجمهوركم باش يجي يستقبلكم ويدير الفوضى. ومن داك الشيء كامل الامن كان في محيط المحطه، وكان موجود وموقع حتى شي مشكل وحتى شي حاجه ما وقعت. اودي اش غنقول لكم؟ هاد القارة الكحلة اللي جمعتنا معاكم الله يعفو علينا الله منها وصافي. سوء التنظيم وكذا وكذا وكذا، داك الشيء فقط اللي مارستو راه عرفناه في الاخير كان غير تشويش، وكان غير غيرة وحسد وحقد. هي مازال غتجي كؤوس افريقيا وغادي نشوفوكم عندكم تشكاو وعندكم ما تشكاوش، وحتى على الانسحاب اللي منسحبين من النهائي. علاش ما انسحبوش من النهائي ديال 2019 منين تحيدوا لهم ضربات جزاء صحيحه قدام الجزائر وكان الفار وكانوا خاسرين في النتيجه، ومع ذلك كملوا تما بينوا الروح الرياضيه. ولكن منين جاو يلعبوا معنا جاو مشحونين وجاو مشارجين وجاو عامرين. يا ودي قال لك الاخوه الافريقيه، وقال لك هاد السنغاليين مختلفين على الاخرين وماشي بحال العرب. راه في الاخير عرفنا ان الجميع في سله واحده، كلهم نفس العقليه ونفس السلوك. واش ملي كنلقاو حتى الموريتانيين اللي ما عندهم حتى شي علاقه بكره القدم، ما هما عندنا مشاكل معاهم، ما تظلموا، ما شاركوا، ما لعبوا كره، ما تعرفوا حتى شي حاجه سميتها الكره. قال لك سيدي حتى هما خارجين فرحانين. علاش؟ حيت المنتخب المغربي خسر الكاس. واش دابا هذه انا هنا عقلي حبس. كنت كنقول
المصريين إلا فرحوا، الجزائريين إلا فرحوا، ربما تقبلوها منهم. ولكن الموريتانيين علاش شاركوا في شي كرة، شاركوا في شي كاس افريقيا، خسروا شي حاجه، ظلمهم شي واحد، تعدى عليهم شي واحد، حتى شي حاجه، ولكن قالك تا هما فرحانين حيت المنتخب المغربي خسر الكاس. راه هادشي كامل باش تشوف كل شي ضدك، عرف انك راك غادي في الطريق الصحيح. وباش تشوف كل شي كيشوش عليك، وكل شي كيحاول يفشلك، وكل شي كيشد العكس معك، عرف انك معقدهم، وعرف انك واقف لمهم في الحلقومه، وعرف انك زامتهم، وعرف انك الا جاو عندك راه شافوا شي حاجه اللي ما كايناش عندهم. وراه بالفعل اللي كاين في الرباط، تنظيم الشوارع، المساحات الخضراء، الملاعب، المرافق، وقس على ذلك في طنجة، القطارات، طرق السيارة، الملاعب، الفنادق، كيف ما قلت المساحات الخضراء. ونفس الشيء بالنسبة لمراكش، الأكادير، المجموعة من الأمور. هادشي كامل منين نشوفوه راهم تصدموا، وبقاو كيقلبوا كيفاش يديروا باش حتى هما يفشلوا لينا التنظيم ويصدمونا. هذا وتجمعوا كاملين بدون استثناء، كاملين بدون استثناء. انا بغيت غير نعرف هاد القضيه ديال اوتيل فيه الناموس ولا اوتيل ما صالحش، علاش جاو عندنا انديه كبيره؟ جات عندنا ريال مدريد، جات بايرن ميونخ، جاو مجموعه من الانديه ومن المنتخبات اللي لعبوا عندنا وما تشكاوش. ريال مدريد اللي الميزانيه ديالها كفريق كتضاعف الميزانيه ديال السنغال كدوله بالمنتخب ديالها وبالدوله ديالها كتضاعفها عشرات المرات. ونفس الشيء بالنسبه للبايرن وبالنسبه لمجموعه من الانديه ما تشكاو ما والو، تيجيو تيلعبوا كره بكل روح رياضيه وتيمشيو بحالاتهم. كتجي حتى لهاد هرقاوه، كتوفر لهم كل وحده، كل منتخب كتوفر لهم ملعب ديالو بوحدو، كتوفر لهم ملعب تدريب بوحدو. نساو ملي كانوا كيمشيو كيترينيو ربعه المنتخبات في ملعب عباره على حفره ولا على حصيده ولا ما نعرف شنو، على الحمري ولا، وكيتناوبوا عليه. كيترينيو هادو كيخصهم يخرجوا عاد يجيو الاخرين يترينيو، ويخرجوا ويجيو الاخرين يترينيو وعاد يدخلوا. وكدير لهم مجموعه كتلعب في ملعب واحد، يلعبوا هادو ويخرجوا وعاد يجيو الاخرين بجمهورهم ويدخلوا ويلعبوا. حنا حاولنا نوفر لهم اقصى درجات الراحه، لا من الملاعب، الفنادق، ملاعب التدريب، الطرق الى غير ذلك. ولكن ما عجبهمش الحال، ما عجبهمش الحال كامل. علاش؟ الله اعلم، الا ما فسرناش فقط بالحسد والكراهيه والضغينه والحقد وصافي. هذا هو اللي كاين وصافي. اما شي حاجه اخرى راه ما كايناش. وانا كنقول المغرب راه دار خطا كبير. كان كل مجموعه يلعبها في ملعب واحد، وكان ملعب تدريب يدير فيه جوج المنتخبات ولا ثلاثه ولا اكثر، وما يوفرش اقصى ظروف الراحه. هذا هو اللي كاين، حيت ما يستاهلوش، حيت ما كيعترفوش بالخير، ما كيعترفوش بالجميل، ما يقدوش يقولك شكرا راه قدمتوا لنا واحد الخدمه في المستوى اللي استفدنا منها. وفي جميع الاحوال راه كانت الامور مزيانه وطيبه. وحدين اللي جايين يتشكاو ها الملاعب، ها الفنادق فيها الناموس، هكذا هكذا هكذا، حكا راه غير الكيران راه غير كارينهم وغادي يردوهم لاسبانيا، الملاعب راه غير كارينهم وغير ردوهم للانجليز، وكذا 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 وكذا. هادشي كامل علاش؟ راه في الاخير كتبقى غير لعبه ديال الترفيه. لعب، ربحتي مبروك عليك، خسرتي اجمع حوايجك وسير بحالك بهدوء وسلام وصافي. احنا بغينا نوحدوا هاد القاره، ولكن القاره كامله رافضين شي حاجه سميتها الوحده. القاره كامله بغينا نرقاو بهم ونخرجوهم دوك الاوحال ودوك المستنقعات اللي عايشين فيها، ولكن كاملين يحبون المستنقعات، يحبون الأوحال، يحبون الأزبال، يعشقون كل ما هو رديء وسيء، وكل أشكال التخلف يعشقونها ويحبونها بجنون. هذا ما كان صافي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.